آخر تطورات الأوضاع في ظل تصعيد قوات النظام من وتيرة قصفها على محيط بلدة يبرون. ارتفاع حصيلة شهداء سوريا حتى هذه اللحظة إلى 44 شهيدا، بينهم 7 أطفال، 3 سيدات، 16 شهيدا في درعا، 14 شهيدا في حلب، 7 شهداء في دمشق وريفها، 3 شهداء في إدلب، شهيدين في حماة، وشهيد في حمص، وشهيد في الرقة. في محافظة دمشق، ونتيجة القصف على منطقة القلمون، القصف من الطيران الحربي الذي استهدف جبال القلمون، والقصف العنيف براجمات الصواريخ على مدن وبلدات بيبلة ويبرود ولنكوس وعظمية الشام والزبداني ودارية وعدرا، وعلى عدة مناطق بالغوطة الشرقية، واشتباكات عنيفة في منطقة ريما الواقعة على طريق الاستيراد الدولي بمنطقة جبال القلمون، فيما تشن قوات النظام مدعومة بقوات حزب الله ولواء ذو الفقار العراقي حمل الدعم وحرق المنازل في مدينة النبك بعد اقتحامها وانباء عن ارتكاب مجازر جديدة في هذه المدينة. منطقة القلمون التي تبعد نحو حوالي 50 كيلومتر عن محافظة دمشق، الآن منذ حوالي 3 أيام وهي تتعرض للإبادة الجماعية من قبل القوات المتطرفة الشيعية وقوات حزب الله وقوات أبو الفضل العباس وقوات النظام التي تدق هذه المناطق بقذائف الهاون والصواريخ وجميع أنواع الأسلحة الثقيلة لم تتوقف إلى غاية الآن. الطريق الدولي بين دمشق واللاذقية منطقة الساحل مقطوع منذ حوالي 20 يوم إلى الآن، لا تمر به أي سيارة مدنية إلى اللاذقية أو منطقة حمص من طريق دمشق الدولي إلى اللاذقية. بشار الأسد قتل 128,000 وشرد الملايين وغير المعتقلين ودمر حوالي مليون منزل في سوريا، وهو يقول للمؤيدين له بأنه يخاف أن تقع سوريا بيد العصابات المسلحة الذي يصفنا بها بأننا نحن العصابات المسلحة. السيد عمر حسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة متحدثا من سوريا، شكرا جزيلا لك.